بيقول لك التضخم هيزيد في مصر بسرعة جدا. طب ما يزيد، ايه الجديد يعني؟ الخبر نفسه مش جديد، كل شوية بنسمعه، والأسعار بتزيد من سنين، والجنيه اتحرك أكتر من مرة، والفايدة ارتفعت أكتر من مرة. كل فترة نسمع عن برنامج إصلاحي جديد. لكن لو رجعنا بقى للحكاية من أولها هتكتشف إن لا التضخم ولا الدولار هو المشكلة الحقيقية، دول آخر فصل في الحكاية. من بعد 52 مصر اختارت نموذج إن الدولة تبقى هي المحرك الأساسي في الاقتصاد، تبني المصانع، توظف، تستثمر، تحدد الأسعار، وتوفر الخدمات الأساسية. وقتها الاختيار ده كان له منطقه، بلد محتاجة تصنيع سريع ورأس المال المحلي محدود. لكن مع الوقت كبر بقى القطاع العام ده وترهل، وكبرت معاه الالتزامات بتاعة الدولة. في السبعينات بقى السادات حاول يفتح الاقتصاد للقطاع الخاص والاستثمار الخارجي. وفي نفس الوقت بقى زادت مصادر مصر من الدولار، سواء بقى من الخليج او العاملين في الخارج مع البترول والسياحة وقناة السويس. فمصر بقى عندها مصدر مهم للعملة الأجنبية. لكن الجزء الإنتاجي والتصديري في المكنة المصرية ما اشتغلش بنفس السرعة بتاعة الاستهلاك. ما هو الاستيراد كان أسهل من التصنيع لرجال الأعمال، بيجيب فلوس أسرع من غير هسل بقى ووجع دماغ. في الثمانينات بقى ابتدت الفاتورة تظهر، عجز، ديون، تضخم، وضغط دائم على العملة. فوصلنا بقى في 91 لبرنامج إصلاح وخصخصة وتقليل لدور الدولة وتشجيع للقطاع الخاص. ومع بداية الألفية الثانية وخصوصا في 2004 عملنا بقى إصلاحات مصرفية وجمركية وضريبية. الاستثمار زاد والنمو ارتفع، لكن النمو ده ما حلش المشاكل، لأن توزيع العائد ده ما كانش مرضي للجميع. فشفنا بطالة، فرص غير متكافئة، وضعف قدرات كتيرة عندنا في قطاعات مختلفة على المنافسة والتصدير. تراكم بقى الوضع ده بدون حل حقيقي وجذري لحد 2011. حصلت الثورة وما تبعها من اضطراب سياسي وأمني اللي كان ليهم طبعا تأثير كبير جدا على السياحة والاستثمار وتدفق الدولار لمصر. بس في نفس الوقت الدولة كان لازم تفضل تستمر في دفع المرتبات، في الدعم، في تمويل احتياجات البلد. فالاحتياطي بدأ ينخفض والدولار ما بقاش متوفر، وبقى في ضغط على الجنيه، فابتدى يظهر السوق الموازي، السوق السوداء. 2016 بقى وصلنا للتعويم وبرنامج صندوق النقد، وطبعا الجنيه انخفض بقوة والأسعار ارتفعت، والدولة بدأت في إصلاح دعم الطاقة ورفع الفايدة. بعد فترة الاحتياطي بالفعل اتحسن والنمو رجع وسوق العملة استقر. قلنا بقى كده خلاص هنبتدي نشم نفسنا. لكن ما بين كورونا لأوكرانيا أسعار الغذاء والطاقة رجعوا يرتفعوا تاني، وخرج جزء مش قليل من الاستثمارات في أدوات الدين بتاعتنا اللي هو الهوت ماني. ظهر الضغط تاني والدولار ارتفع تاني والسوق الموازية رجعت تاني، والجنيه انخفض مرة تانية ما بين 22 و 24. واخد بالك بقى من النمط اللي احنا بنلف حواليه ولا مش واخد بالك؟ الاقتصاد محتاج دولار اكتر من اللي بننتجه، فبنجيبه من السياحة والتحويلات الخارجية والقناة والاستثمارات والقروض. تجيلنا صدمة خارجية، الدولار يقل، الجنيه يتراجع، تكلفة الاستيراد ترتفع، تضخم يزيد، فايدة تزيد، يوم تكلفة الدين يزيد، نقوم ندخل جولة جديدة من الإصلاح والتمويل. يبقى المرض الحقيقي لا التضخم ولا الدولار ولا حتى الدين، دي كلها أعراض. المشكلة الأعمق إن اقتصاد بحجم دولة مصر فيها أكتر من 100 مليون بني آدم مش قادر يوصل لقاعدة إنتاج وتصدير كافية علشان يولد عملة أجنبية نقدر نجيب بيها احتياجاتنا. أنا مش بقول إن الدولة ما تعملش مشاريع ولا إن السياسات اللي فاتت دي كلها اللي حكيت لكم عليها كانت سياسات غير ناجحة. أنا بقول لك إن كل مرحلة حلت جزء من المشكلة، ولكن في فرق كبير من إن أنت تثبت الاقتصاد من الانهيار بعد صدمات وما بين إن أنت تغير الطريقة اللي الاقتصاد بتاعك بيشتغل بيها أصلا علشان يولد الثروة والدولار بنفسه اللي بيحتاجهم عشان يجيب حاجات تانية مش موجودة عندك. عشان كده قلت لك مش فارقة التضخم يرتفع 14 ولا 16%، المهم احنا ناويين نعالج اعراض المرض زي كل مرة ولا ناويين نغير النموذج اللي احنا بنشتغل بيه وبنعيد في انتاجه من الخمسينات.